السلام عليكم. يلا بينا نعمل مع بعض النهارده كفته، بس مش اي كفته، هنعمل مع بعض كفته اقتصاديه تحفه. هنعملها من ربع كيلو لحمه بس. هتطلع الطاجن القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف لها شويه اضافات كده، استحاله حد يعرف ان هي فيها الاضافات ديت. طعمها تحفه، شكلها حلو جدا. ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم ونشوف هنعمل الكفته القمر ديت ازاي. يلا كده قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ويلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه انا عندي هنا ربع كيلو من اللحمه. آه عندي هنا حبايتين من البطاطس حجمهم كده وسط. لو البطاطس بتاعتك كبيره تستخدمي حبايه واحده من البطاطس. هننزل بيهم كده في حله، وهننزل عليهم بميه وهنسلقهم. اهم حاجه نسلقهم كويس جدا. تمام. هنرفعهم كده على النار وهنسلق البطاطس، نتاكد ان هي اتسلقت كويس جدا. تمام. يلا كده نشوف هنكمل الوصفه ديت ازاي. عندي بقى هنا بصلايه، قرن شطه، شويه بقدونس كده على كزبره. في الكبه بتاعتي بقى هقطع الخضار كده وهنزل بيه في الكبه وهنفرمه ناعم جدا. الموضوع سهل جدا وبسيط، مفيهوش اي حاجه صعبه وبتطلع تحفه ان شاء الله. طبق عميق بقى كده وهنزل باللحمه، وهنزل بقى بالخضار بعد ما فرمته. عندي بقى هنا حوالي 3/4 كوبايه كده من البقسماط، لازم يكون ناعم. عندي بقى البهارات بتاعتي، عندي ملح، فلفل اسود، كمون، رشه قرفه صغيره، وبابريكا، وبهارات لحمه. هعجن بقى المكونات كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد ما عجنتها بقى كويس جدا كده، انا جبت البطاطس بتاعتي. لازم تهرسي البطاطس وهي سخنه. اهم حاجه هتاكدي ان البطاطس ناعمه جدا، ما فيهاش اي كتل كده من البطاطس او اي قطع من البطاطس. هتهرسيها وهي سخنه، هتهرسيها ناعم جدا علشان ما تبانش منك في الكفته وانتي بتقلبيها كده في الكفته. هنزل بيها بقى على خليط اللحمه اللي عملناه مع بعض. وعشان ندي بقى للكفته لون حلو قوي، عندي هنا معلقتين من معجون الطماطم او صلصه الطماطم. واعجني بقى الكفته بتاعتك كويس جدا، بتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. يفضل طبعا ان انتي تدخليها التلاجة كده ربع ساعة او حاجة كده عشان تشد. ويلا بقى نعمل شوية خضار كده تحت الكفتة بتاعتنا، طعمهم تحفة. وعلشان تتأكدي كمان ان الكفتة من ما تلزقش في الصينية، لان هي ما فيهاش نسبة دهون عالية. وطبعا الخضار ده بيبقى طعمه تحفة جدا. عندي هنا بطاطساية وبصلاية، طماطماية والملح وفلفل وكمون. هنقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض. رشة كده من البقدونس بتديله ريحة حلوة جدا. وهنجيب بقى الكفتة بقى، حابة تشكليها بالشكل اللي انتي حباه، حابة تعمليها صوابع، حابة تعمليها كور زي ما انا هعمل كده. انا شكلتها كور بالشكل اللي انتي شايفاه ده. ايه رأيكم بقى بالبساطة والجمال دي؟ مفيش اسهل من كده. وعلى الفرن بقى، وهندخلها كده على الرف اللي في النص. اهم حاجة هنرش رشة زيت كده كويسة. وعلى الفرن بقى، والفرن يكون سخن على درجة حرارة متوسطة. وهنتابع بقى الكفتة بتاعتنا. اول ما تحسي كده ان الخضار استوى والكفتة خدت لون حلو، يبقى الكفتة بتاعتنا استوت وتمام، وتبقى بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. رشة بقدونس بقى وكزبرة. مفيش اسهل ولا اروع من كده. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، لانها حلوة جدا وموفرة واقتصادية. وهنتظر رأيكم في الكومنتات بقى، وتقولوا لي جربتوها ولا لا. واستنوني فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.